السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ بعد غياب بقى راجعه لكم بصينية البطاطس اللي عدى عليها سنة في السريع كده. عندنا هنا طماطم مقطعة وبصل حلقات زي ما تحبي يعني، وعليهم ايه 5 فصوص من الثوم ومعلقة زيت وشوية من الفلفل الاسود واي توابل اللي انت تحبيها. قطعنا البطاطس بالشكل ده كده، حاجة سهلة كده وبسيطة على طول، ما تاخدش منك وقت. هنجيب بقى نعمل التتبيلة. معانا بقى صلصة معلبة دي، ممكن تكتري تقللي براحتك، ومعلقة من البابريكا، معلقة من سبع بهارات، ومعلقة من الفلفل الأسود، نص معلقة من الملح ده حسب رغبتك، وهريسة من الشطة أنا اللي عاملاها، هبقى أنزل فيديو بتاعها، ومعلقة من الزبادي، معلقة كبيرة يعني كوباية زبادي، ومية، ونقلب كويس ونحط معلقة زيت. عندنا بقى هنا زي تحبي تعملي التتبيله دي في الفرخه كامله او مقطعه زي ما انا عاملاها كده، دبابيس صدور زي ما تحبي. نحط بقى من التتبيله على البطاطس، وهننزل بقى بالفراخ بنكون غسلينها كويس وسايبينها لما نشفت كده، ومفتحينها فتحات صغيره، وهننزل بالتتبيله عليها، ونكون مولعين الفرن قبلها يكون سخن على درجه حراره 200. انا هنا فتحت الكيس الحراري، بدل ما احط الفراخ فيه وكده، لا انا فتحته وغطيت عليها بالصينيه، بيخليها تستوي بسرعه جدا كانها جوه الكيس، ما بتاخدش وقت. هي اخدت ساعه الا تلت بالظبط. ممكن لو الفراخ كبيره تقعد اكتر من كده، بس هي كانت جميله قوي قوي قوي. جربوها هتعجبكم. وعايزه اقول انتوا وحشتوني جدا جدا، ان شاء الله بدايه جديده. وبصوا شايفين الجمال، كنت طبعا عاملاها مع صينيه الرز المعمر اللي كنت منزلاها قبل كده يعني. ما تنسوش بقى تفرحوني باللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.